السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم احلى متابعين قناة يوميات مربي الصغير؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعت لكم ان شاء الله النهارده في حلقة جديدة، حلقة سريعة، حلقة شيقة. هنتكلم فيها عن الناس اللي نفسها يكون عندها حمام بيطير، الناس اللي اشترت حمام كبير ونفسها الحمام دوت يطير عندها ويلف ويرجع عندها تاني، الناس اللي عايزة تعود الحمام الكبير على المكان عندها وخايفه لا يرجع تاني لاصحابه. اقول لكم على الطريقه اللي انا شغال بيها ازاي تقدر تثبت بيها اي نوع حمام، حتى الحمام الزاجل. على الرغم من الحمام الزاجل يا جماعه حمامه ذكيه جدا، حمامه اول ما بتمسك الجو بترجع لصاحبها اوتوماتيك. لا، انا هقول لك على طريقه او طريقتين ان شاء الله مجربه، يعني عن تجربه انا عملتها ومخلي بيها الحمام الزاجل. يعني لما بشتري حمام زاجل كبير يعني بخليه يثبت عندي على قد ما نقدر. تمام، هقول لكم على الطريقه اللي اشتغلت بيها واقول لكم ازاي نثبت اي نوع حمام. على بركه الله نبدا حلقتنا عشان ما نضيعش وقتكم. طيب، عايز بس اعمل مقدمه كده. بصوا يا جماعه، اول حاجه يا جماعه لما تيجي تشتروا حمام ويكون الحمام دوت بيطير عند صاحبه وانت تيجي تقصقصه وترميه عندك او تيجي تخليه تحبسه، طبعا الحاله النفسيه للحمامه بتاثر على الانتاج. واحد يسالني يقول لي الحاله النفسيه، اقول له طبعا الحمام يا جماعه بيزعل، الحمام بيزعل على نفسه. الحاله النفسيه دي مهمه. لما يكون فرد الحمام مستريح في المكان ومبسوط في المكان، فبالتالي الفرد هيشتغل وهينتج وهيبيض وهيحب المكان. طب تعالى بقى، انت المكان عندك مش مهيئ، المكان مش كويس، المكان مش نظيف، المكان فيه حشرات، المكان فيه زحمه، طبعا الحاجات دي كلها بتاخر معاك الانتاج وبتاخر معاك البيض. تمام، دي يا جماعه مقدمه كده تخلي بالكم منها، عشان خاطر الراحه النفسيه فعلا مهمه وعن تجربه مع الحمام، خصوصا مع الحمام الغالي. لو انت جايب حمام غالي وعايزه يشتغل بسرعه وعايز توفر اكله، هقول لك على ايه تريكات كده تعملها تخلي بالك ايه وتسرع معاك الانتاج. طيب ندخل في موضوع الحلقه، ازاي نعود الحمام الكبير على المكان عندي. انا دلوقتي اشتريت حمام كبير. طيب ازاي اخلي الحمام دوت يثبت عندي؟ اول حاجه، اول شرط، لازم يكون انت عندك اصلا حمام بيطير. يعني انت لازم يكون عندك حمام بيطير بتاعك، ملكك، زغاليلك، بتطلع وتنزل عندك وبتطير. حلو الكلام، دي هتسهل معاك 50% من المشوار بتاعنا، او 50% من نجاح التجربه بتاعتنا. تمام. طيب اول حاجه، انت جبت جوز الحمام. تمام، هنضرب مثلا على جوز، وانت من خلال الجوز دوت بتعمم الطريقه ديت على كل الحمام اللي عندك، بس تدريجي يعني. تمام، مش بتعملها مره واحده، تدريجي على حسب الكميه اللي عندك او على حسب الحمام اللي انت عايزه يطلع وينزل عندك. اول حاجه طبعا بنجيب الحمام بنشتريه. تمام، لو انت جايبه متقصقص، تمام، ولان مش بحب طريقه القصقصه، تمام، وعايز تخلي الحمام يطير، بنمسك اول حاجه بنمسك الحمام، بنخليه في المكان. اول حاجه يحفظ المكان من جوه. تمام، انت جبته خلاص ومتقصقص وخلاص، تمام، وعايزه يطير عندك، خلاص بتسيبه في الاوضه عندك او في المكان في الغيه، وتسيبه يحفظ المكان ويحفظ العيون بتاعته ويحفظ ويعرفك شخصيا ويعرف صاحبه ويعرف الاكل ويعرف مواعيد الشرب ومواعيد الاكل ومواعيد الكلفه ويعرف الحمام بتاعه اللي حواليه. تمام، وكل ما تسيبه مده اطول في الاوضه كل ما نسب النجاح بتزيد معاك. تمام، ويا سلام بقى لو سبته جاب عندك قص ولا قصين، دي تبقى حاجه كده. لو سبت الحمام دوت يطلع عندك بطن او بطنين او يبيض عندك، دي خلاص كده انت ملكت الحمام دوت مدى الحياه. وهقول لك ازاي الطريقه دي. طبعا فرد الحمام، اول حاجه احنا بنجيبه، جبته مقصقص او جبته مثلا متبستر او ايا مكان الطريقه، تمام، فما ينفعش يطير عشان لو طار هيرجع لصاحبه. اول حاجه احنا بننتف الريش بتاع الجناح. تمام، انا بتكلم على الحمام المتقصقص، هو لازم الريش ده يتنتف عشان خاطر يطلع ريش جديد، ريش جناح جديد يطير من خلاله. تمام، مش بقول للناس تنتف الريش، خلي بالكم يا جماعه، عشان خاطر ان انت تنتف الريش دي بتعجز الفرد وبيتاخر معاك الانتاج، خصوصا في النتي بتسحب كل الكالسيوم اللي في النتايه. تمام، وفي نفس الوقت بتاخر معاك الانتاج. طيب انت خلاص جبته متقصقص وعايز تطير الجوز، هتعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه بنبدا بالذكر، بنسيب النتايه زي ما هي وبنبدا بالذكر، ننتف ريش الذكر. تمام، وبيطلع في خلال شهر مثلا يبدا الريش يطلع ويبدا الذكر. طبعا الذكر بتسيبه عندك بيزوم وبنتايته، والا بقى لو ذكر مثلا اللي هو الذكوره اللي هي بتبقى عاشقه النتي بتاعتها دي، تمام، ده خلاص كده اعرف ان هو عمره ما هيسيب المكان عندك طول ما النتايه دي موجوده. تمام،
فبتنتف الريش ويبدا الذكر خلاص عرف المكان عندك وعرف الاوضه وحافظ المكان. تبدا انت بقى مثلا لو انت عندك سطح، بيبدا الحمام ده طالع خارج مع الحمام ياكل بيحدق بره مش عارف ايه، فهو مع الوقت بيبدا يعرف الجيران هنا البيت ده كذا، ده هنا فيه برج، ده هنا فيه علامه، ده هنا فيه طبق دش، ده هنا مفيش عارف ايه. فبيبدا الحمام مع الوقت بيحفظ المكان تدريجي. طيب هو ناقصه بقى ان هو يطلع فوق ويشوف اللي هو بالبرد كده يتدشر. فرد الحمام لما بتجيبه ويطلع له ريش خلاص اوتوماتيك بيبدا ينقل على السور ده شويه على السور ده شويه، يلاقي الحمام طالع ونازل، يلاقوا زغاليله اصلا هي اولاده طالعه ونازله، بيبدا اوتوماتيك الحمام طالع ونازل مع بعضه. يبقى كده الذكر ثبت عندك في المكان ونزل لانتايته ونزل لزغاليله ودخل العين بتاعته ودخل للعش وقاعد و100 فل و14. تمام. بنبدا تاني مره نعمل اللي عملناه مع الذكر نعمله مع النتايه. بس هقول كومنت صغير يا جماعه نركز دلوقتي فيه، لما تحب تنتف ريش النتايه استنى لما النتايه تجيب الحصويتين وبعدين ابقى انتف الريش. اوعى تنتف الريش قبل ما النتايه تبيض. ليه بقى؟ انت سيبها تجيب الحصوتين، ولما تجيب الحصوتين وتبدا ترقد يوم واتنين ابدا يا باشا انتف ريش الجناح براحتك. تمام. لان هي هتقعد ترقد حوالي 17 يوم وهتقعد تاكل في الزغاليل حوالي اسبوعين 3. ففي خلال الفتره ديت بتكون انت اديت فرصه ان الكالسيوم يرجع تاني يتكون، وان الريش الجناح يكمل تاني، وان الدوره بتاعت الدورة الفيتامينات في جسم اتعوضت، ان انت فرد الحمام عن طريق الاكل وعن طريق التحديق وعن طريق الفيتامينات اللي بتحطها له قدر يعوض الريش الكالسيوم والفيتامينات اللي فقدها. فبيبدا الحمام يبدا دورته تعيد دورته تاني ويبدا يبيض تاني. على الاقل حتى يوم ما البنتايه حتى تريح شويه، ما تريحش كتير، يبقى انت حتى دخلت فتره التحضين وفتره الفأس وفتره اللي هي قاعده على البيض دخلتها، يبقى انت 2 في 1 كسبت وقت، وفي نفس الوقت الريش بيطلع، وفي نفس الوقت هي كده كده راقده وبتاكل زغاليلها. فاهمين يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ دي تركايه مهمه اعملوها يا جماعه وانا شغال بيها. احنا خلاص عرفنا الذكر الثابت عندنا، نفس القصه النتايه. واهم حاجه يا جماعه محدش يهش ان تفزع الحمام، ان الشباب الصغير بيبقى فرحان، محدش يفزع الحمام. خلي بالكوا الحمام غالي، اي حركه منك ولا كده الحمام لو اتفزعت خلاص طارت جريت، خصوصا في الاول. سيبها اول يوم براحتها، تاني يوم تطلع وتنزل، تالت يوم اوتوماتيك تلاقي الحمام دوت خلاص طلع ونزل وحافظ المكان عندك. ولو هو حمام خلاص مش هيروح في حته. تمام. انا بكلمك على الانواع اللي هي مش زاجل. طيب نيجي بقى لو انت عايز تربي عايز تثبت حمام زاجل. انا هقول لكم عن تجربه وحاجه عملتها انا، ان انا عرفت ان انا اثبت حمام زاجل، والحمام دوت قعد عندي سنه وفي الاخر رجع لصاحبه. تخيلوا ان انا ثبته ونفس الطريقه، وجبت الذكر الاول وثبته، فضل الذكر عندي فتره. تمام. وبعدين جاب عش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وكذلك النتايه فضلوا ينتجوا عندي لحد ما مره واحده اختفوا الاثنين. وفين وفين يعني انا قلت مثلا حصل لهم حاجه، حد يمسكهم، حدايه مثلا بالليل اكلتهم، انا قلت حاجه في يعني هم مره واحده اختفوا. فقلت مثلا اكلم صاحبهم ان انا شاريهم من عندي، يعني ان انا كان صاحبي يعني، فبكلمه بالصدفه، فبقول له ما تشوف كده الجوزين اللي انا كنت واخدهم منك دول، في جوز منهم انا مش لاقيه، هو هل رجع لك؟ قال لي طب انا هطلع ابص لك عليهم مش عارف فقال لي صدق الجوز موجود فوق وانا ما خدتش بالي من الحمام مشيك لبعضه ومش عارف يعني عايز اقول لكم يا جماعه التجربه دي ان فرد الحمام بعد ما قعد سنه عندي وبعد ما قعد يطير عندي وبيلف مع الحمام برضه في الاخر رجع لصاحبه. تمام. ده نوع من الحمام الزاجل. وفي نوع تاني بيثبت عندك خلاص اوتوماتيك، نسي صاحبه خلاص. في حمام بس النوع اللي هو الزاجل بقى الصح، الزاجل اللي هو دماغه سم بالبلدي، لا ده اوتوماتيك اول ما هيلمح السما، اول ما هيشوف الحمام طاير، اول اصلا ما ريشه هيشد وهتلاقي نفسه استعاد صحته وريشه وعضلات جناحه، اوتوماتيك ده بيرجع لصاحبه. تمام. فده انصحك تربي الفصيل دوت اللي هو الفصيل وتجيبه زغاليل، يعني هات الفصيل ده وهاته زغاليل وطاير عندك، او لو انت هتجيب منه كبير ما تحولش الطاير ده، خد منه انتاج وبوب عندك وخلي لنفسك منه كتف عندك في المكان تشتغل منها. تمام. ده بالنسبه للحمام اللي هو الزاجل. طيب في طريقه تانية كان شغال برضو بيه الزاجل، زي ما انا كنت قايل لكم ان انتوا تخلوا الذكر الاول يطير ويرجع وبعدين تخلوا النتايه وراه. طيب انت يفضل تسيب الحمام شغال عندك بطن واثنين وثلاثه
لحد يعني ما يلاقي الحمام نفسه، يلاقي اولاده حواليه ويلاقي الذكر حواليه ويلاقي الدنيا حواليه. على قد ما بيقدر تكون انت اصلا الحمام انت خدت خيره، على الاقل جاب ثمنه، جاب ثمن فلوسه، عشان حتى لو ضاع او رجع لصاحبه انت ما بتزعلش. انت ممكن تكون شاريه من محافظه تانية، ممكن شاريه من سوق، شاريه من مكان بعيد، فمش شرط تكون انت عارف صاحبه مين اصلا. ممكن يبقى انت شاريه من واحد، شاريه من واحد، فما تبقاش انت عارف مين الملك الاول ليه بتاعه. تمام. فانت على الاقل خد منه بطن واثنين وثلاثه، وبعدين انت ابقى غامر واعمل التجربه ديت. وانا اني ما انصحش بيها في الزاجل، بس انا عملتها مره واتنين ونفعت معايا، وزي ما حكيت لكم وفي الاخر برضو رجع لاصحابه. وعملتها مره مع حمام رجع من ما كملش عندي، ساب النتايه وساب البيض. والله العظيم ساب البيض وقام مطار وهرب، ورغم ان انا عندي زواجل في المكان وان انا عندي حمام طاير. بس خلاص هو انا ده دي غريزه يا جماعه، دي غريزه مش بالعافيه يعني. تمام. انت ممكن الحركه دي تعملها مع اي نوع حمام، بس يفضل تبعدوا عن الزاجل. تمام. في زواجل غبيه يعني، في زاجل غبي ده مفيش مشكله عادي. تمام. وبترجع برضو في الاول وفي الاخر لظروف المكان اللي عندك ولظروف القص اللي في ايدك. تمام. دي كانت باختصار كده شويه النصايح وشويه التعليمات اللي انت ممكن تدريجي كده تبدا تفتح الحمام عندك، وازاي الحمام يحب المكان عندك ويحفظ عيونه ويحفظ السطح بتاعك ويحفظ الاوضه او الغيه او اللوفت. تمام. وبتبدا الدنيا تتظبط معاكم. في نهايه الحلقه بامر الله بتمنى لكم رب الخير وبتمنى لكم التوفيق. وما تنسوناش يا جماعه باللايك، وما تنسوناش بالاشتراك، واعملوا مشاركه يا جماعه للفيديوهات. احنا عايزين القناه لسه جديده، عايزين القناه تكبر. تمام. بيكون ان شاء الله بالمتابعين وبالمشتركين. وتحت امركم في اي سؤال في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.